بشوية حطب وشوية قش، فانت ماشي 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 ومش واخد بالك ان في حفرة، وانت متصور ان الارض مستوية كلها. الارض ايه؟ مستوية. هو لما حط لك شوية حطب وشوية قش على الحفرة ظننت ان الايه؟ ان الارض مستوية كلها ماشي. انت ماشي ماشي ماشي، اول ما وصلت للحفرة قمت واقع فيها. ايه اللي وقعك فيها بقى؟ انك انت ما ظننت ان في حفرة، لان في واحد غطاها بحطب، يعني حاجة ما تشيلكش. يعني هو لو غطاها بخشب مثلا ولا غطاها بحاجة متينة ولا كده ممكن كنت تمشي من عليه، لكن انت ما اكتشفتش المسألة فوقعت. هو ده اللي بيحصل في تدليس التسوية. اللي بيحصل في تدليس التسوية ايه؟ ان المدلس لا يسقط شيخه. خلي بالك ان تدليس الاسناد اللي فات ان يسقط الراوي شيخه. مش احنا قلنا ان هو لما غاب وحب يروي عني ام اخذ هذا الكلام عن صاحب الله، فلما ما حبش ينزل درجة ام مسقط صاحبه وداخل عليا بعن. ها؟ مش هو ده تدليس الاسناد؟ لا، مدلس التسوية بقى ما بيوقعش شيخه، انما يسقط شيخ شيخه بشرط ان يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. كلام ملعبك في بعضه، بس انا هوضحه لكم على اللوحة. يعني النهارده تدليس التسوية ده اهو انا ضربت لكم، عملت لكم ايه؟ كام اسناد؟ اسنادين ولا ثلاثة هم. الوليد بن مسلم ده هو اللي كان بيدلس تدليس التسوية، احد الذين دلسين تدليس التسوية. قال ايه؟ ثنى الاوزاعي. ثنى اختصار حدثنا، اختصار حدثنا. ونا اختصار اخبرنا. وانا اختصار انبأنا. وفي يعني العلماء يجعل انا اختصار اخبرنا برضه. ثنى الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام. عن شوف عبد الله بن عامر ده اللي هو اللي انا كاتبه بالاحمر ده. عن نافع عن ابن عمر. الوليد بن مسلم بيعمل ايه بقى؟ يقول بقى يسقط عبد الله بن عامر ده من الاسناد ده، ويخليها بقى ثنى الاوزاعي عن نافع، بشرط ان يدرك الاوزاعي نافعا. ما هو طبعا لو الاوزاعي لم يدرك نافعا وقعت الواسطه دي، ما انت وانت مغمض هتقول منقطع. الاوزاعي لم يدرك نافعا، لا، الاشكال هنا ان الاوزاعي ده هو ادرك نافعا. يبقى لما يوقع عبد الله بن عامر الاسلمي اللي هو الضعيف ده هو من الاسناد، وانت تلاقي الاوزاعي، والاوزاعي مش مدلس، الاوزاعي ليس بمدلس، لما تلاقي الاوزاعي عن نافع هتدي له تعظيم سلام، لان الاوزاعي امام اهل الشام ونافع طبعا مولى ابن عمر عن ابن عمر. فانت لا تكتشف ولا يخطر على بالك ان في واحد ساقط من هنا. عشان كده سوالك الاسناد او جود الاسناد، اي جعله جيدا. اول ما تبص له على طول هتقول الاسناد ده كويس. فدي مشكلة. عادة مدلس التسوية يسقط الضعيف من الاسناد. ما بيكونش المسألة مسألة علو، بيكون المسألة في الغالب الأعم رجل ضعيف أو متروك. أنت لو بصيت في الإسناد شفت هذا البني آدم هتوقع الإسناد كله. فأنت بقى لما تيجي تلاقي الأوزاعي عن نافع، طبعا الأوزاعي مقل عن نافع، يعني ما رواش عن نافع كتير، لأن نافع مدني والأوزاعي كان في الشام. فكان يعني لقاء الأوزاعي بنافع إنما يكون لما يكون الأوزاعي راح يحج مثلا، فيقوم يلقى نافعا في موسم الحج، فيقوم يروى عنه الحديث والحديثين، ليس بمكثر عن نافع. بخلاف المثل الثاني ده. يعني شو المثل الثاني؟ احنا بنقول ادي الوليد اهو ابن مسلم قال ثنى الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة، ده إسناد، أو عن قرة بن عبد الرحمن، كلاهما
طبعا أنا يعني جمعت الإسنادين عشان ما اضطرش أكتب مرتين، لكن هو الإسناد الوليد ثنى الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عروة عن عائشة. والإسناد الثاني الوليد بن مسلم ثنى الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة. طيب الأوزاعي تلميذ الزهري، روى عن الزهري كثيرا. طب إبراهيم بن مرة ده ضايع، وقرة بن عبد الرحمن يعني في حفظه مقال مشهور، لكن الأوزاعي أدرك مين؟ الزهري وروى عنه. فأنت بقى الوليد بن مسلم بيعمل إيه؟ يقول لك ثنى الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقع واحد من دول أو وقع الاثنين دول. فأنت إيه اللي هيعرفك بقى؟ إذا كان الزهري الأوزاعي تلميذ الزهري، فأنت لا يبدو لك مطلقا إن في سقط في الإسناد، لا سيما والأوزاعي غير مدلس. يعني عن اللي من الأوزاعي دي إحنا هنقبلها. ليه؟ لأن الأوزاعي لا يدلس، فبالتالي لو استخدم عن أو استخدم حدثنا أو الكلام ده مش هيكون في مشكلة على الأوزاعي في الموضوع ده. يبقى إبراهيم بن مرة أو قرة بن عبد الرحمن هو الحفرة اللي احنا شبهناها في الأول. انت ماشي 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 فاكر الإسناد تمام التمام، أتاري فيه مطب انت ما تعرفوش. عشان كده مدلس التسوية يسقط ليس شيخه، إنما يسقط شيخ شيخه، وممكن يسقط ما فوق شيخ الشيخ كمان. طيب الوليد بن مسلم عمل الكلام ده ليه؟ وطبعا ما يكتشفش المسائل زي ما قلت لكم إلا الأئمة الكبار جدا، هم عندهم يعني حفظهم في السماء يعني، وحافظين بقى ألوف الأسانيد، وعارفين بقى ده رايح فين وده جاي منين. والحديث ده إنما يعرف بقرة عن الأوزاعي عن الزهري، مش بالأوزاعي عن الزهري. يقول لك الأوزاعي عن الزهري غلط. ليه؟ لا نعلم الأوزاعي روى هذا عن الزهري. إنما مين اللي روى عن الزهري؟ يقول لك إنما يعرف به قرة ابن عبد الرحمن، هو الذي روى عن الزهري، إنما الأوزاعي ما رواهوش عن الزهري. إيه عرفكم يا جماعة؟ هو أنتوا كنتوا عايشين في الحقبة اللي كان عايش فيها الزهري؟ لا، ما كناش عايشين. الأئمة اللي هم زي ابن معين والإمام أحمد والبخاري والجماعة النقاد دول يقول لك لا يعرف هذا الحديث إلا عن قرة. عرفته منين؟ قال لك ما احنا عندنا الأسانيد حافظينها، وعارفين أنه لم يروي هذا الحديث في الدنيا عن الزهري إلا قرة، في حين إن أنا شايفه عن الأوزاعي عن الزهري. أتاري بقى الوليد بن مسلم عمل إيه بقى؟ وقع لي قرة من الإسناد وخلاه الأوزاعي عن الزهري مباشرة. ليه بقى الوليد كان بيعمل القصة دي؟ بيروي صالح ابن محمد الحافظ اللي هو صالح جزرة، فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا صالح جزرة. صالح بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة أحد الثقات يقول قلت للوليد بن مسلم إنك أفسدت حديث الأوزاعي. قال له ليه؟ قال تعمد إلى رجال ضعفاء روى عنهم الأوزاعي عن نافع وعن عطاء وعن يحيى بن سعيد وعن الزهري، فتسقط هؤلاء الضعفاء. فقام قايل له أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. أنا الحقيقة مش عايز الأوزاعي يروي عن الجماعة دول اللي متروك واللي ساقط واللي بتاع الكلام ده. فالأوزاعي بجلالة قدره، لأن الأوزاعي ده كان إمام أهل الشام، حتى قال الإمام مالك فيه لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. والأوزاعي كان له مذهب زي مذهب الإمام مالك بالضبط. وحتى سفيان الثوري قال له رجل إني رأيت أمس رؤيا، رأيت كأن وردة قلعت من الأرض وارتفعت إلى السماء. فقال له سفيان ويحك لو صدقت رؤياك لمات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي من آخر النهار. فالأوزاعي كان إماما جليلا ثقة ثبتا ورعا حجة رحمة الله عليه، اسمه عبد الرحمن بن عمرو. فبيقول للوليد المسلم الأوزاعي الحجم التقيل ده
يروي ازاي عن ابراهيم بن مرة ولا عبد الله بن عمرو الاسلمي ولا ابن ابي فروة مثلا، ولا يروي عن قرة ولا غيره؟ الاوزاعي اقل من انه يروي عن هؤلاء. فالهيثم قال له كلام العلماء بقى، قال له طيب ما هو دلوقتي هذا المتروك اللي انت وقعته اكيد الكلام اللي رواه وحش سيء، ممكن يكون فيه غلط. فاذا نظر العلماء في حديث الاوزاعي فوجدوه الاوزاعي عن الزهري والكلام منكر، يعني مثلا ممكن امثل لكم بمثال.